السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. مفاجآت فيديوهين في أقل من شهر. أنا محرج والله مكسوف مش مصدق. الحمد لله، يعني نازل أجازة الجيش أصور لك فيديوهين. دي خليك عارف إن دي معزة، محبة. أنا بصور لك النهاردة، أنا ماشي النهاردة وبصور لك الصبح وأنا ماشي بالليل. كله فداكوا لاجل عيونكم. جايين النهارده في فيديو رياكت جديد بقى من النوع القادر. معانا مواهب النهارده بجد دي حقيقي اللي تستحق الدفن، يعني ملهاش كلام تاني، فاهمني؟ يا جماعه كله يلبس كمامات، حرفيا كله يلبس كمامات لان احنا داخلين على خطر. الفيديو ده خطر، الفيديو ده رهيب. فنبدا فيديو الرياكت بتاعنا. بس قبل ما نبدا، لو اول مره شفت معاك دوم مفروض من قناه دوم مفروض، لو مش عامل سبسكرايب انزل اعمل سبسكرايب ودوس على الجرس عشان يشتغل كل جديد. انت فاهم الحته اللي انا كليكت فيها دي، انت اكيد فاهم انا عايز اقول ايه. ودوس لايك دلوقتي محبه كده، دوس لايك، انزل دوس لايك قبل ما نبدا الفيديو، واكتب لي كومنت لما الفيديو يخلص قول لي رايك فيه. ويلا بينا نروح على الفيديو بتاعنا. يلا. انا على اسكندريه على كوبري ستانلوسا. بعيدا عن استانلوسا، كوبري استانلوسا ده بعيدا عن طول عمرنا من من قديم الازل بنقول انا في اسكندريه على كوبري استانلوسا. يا عم مش هندق في دي، بس معروفه انا في اسكندريه. لكن ايه انا على اسكندريه دي؟ على اسكندريه ازاي؟ يعني انت على اسكندريه ازاي؟ مش فاهم. يعني ايه انا على اسكندريه على كوبري استانلوسا؟ انا لازم افهم انت بتقول ايه، بعيدا عن ان حتى لغتك مش مفهومه، بس انا لازم افهم يعني ايه انا على اسكندريه. انت رحت اسكندريه قاعد ولا ايه؟ مش فاهم يا جماعه. كده احنا خلاص عرفنا ان احنا كوبري ستانلوسا ده مش هنحوبه تاني. كويس ان هم عملوا كوبري ستانلوسا جديد في اسكندريه، الحمد لله، عشان هم كانوا عاملين حسابهم ان ستانلوسا القديم هيتقفل بعد الفيديو ده. فالحمد لله ان هم عملوا لنا واحد جديد، عشان برضه احنا بنبقى محتاجين برضه المنظر ده بيه. فالحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. انا على اسكندريه على كوبري ستانلوسا يا بحر الحوا. بحر الحوا يا بحر الحوا، يتقطع عنك ميه وحوا يا بعيد. حوا ايه؟ يعني خلصنا من على انا على اسكندريه وعلى ستانلوسا يا بحر الحوا. بيقولوا انك قوي وبتكره بالقوي يا عم يا سيد. ايه اللي يا بحر الحوا يا عم ياسر؟ هو انت ماضي مع منتج قايل لك تخلص لي 5 اغاني النهارده وما لحقتش؟ في ايه؟ انت عايز ايه؟ انت واقف بتعمل ايه؟ عمال تصور في الناس اللي حواليك؟ ايه ده؟ ومين اللي معاك دي؟ رمت شباكك فين؟ كل ما اتكسرت يطلع لي كنت عميل. ادينا متوامه. ايه اديني في الدوامه؟ ايه ده؟ هو اي كلام بيترشق حضرتك؟ عميل ادينا متوامه. طلت عن مصر. اقطاع النت عن مصر؟ هو بعد اللي انت قلته ده انت اللي بتقول اقطاع النت عن مصر؟ ده بعد اللي انت قلته ده اقطاع النت عن العالم، عشان ما حدش يشوف اللي انت حكيته ده. محمود اول العنقود، اول فرحه ده. فين محمود؟ اللي بيصور ولا اللي فين؟ لو قاعد جنبك بيلعب. مين محمود؟ انا عايز افهم مين محمود، اول العنقود او اخر العنقود؟ محمود اول العنقود. ايه ده؟ حد خد باله من الحركه اللي هزت؟ ايه ده؟ ازاي؟ هو لا مؤاخذه اللي انت هزتيه ده محمود؟ هو ده محمود؟ هنختبره بقى كمان، نشوفه راجل زي امه ولا لا. ايه؟ راجل زي امه؟ محمود وراجل زي امه؟ ايه انتي؟ ايه اللي ايه بقى؟ مالك؟ ده رعب. هو احنا عشان نلعب لازم نعمل انشف يا انشف ايه يا حاج ياسمين؟ ينشف ازاي؟ يا حاج ياسمين الله يبارك لك. يعني اما اللي زي حضرتك ينشفوا، يعني احنا هنروح فين؟ احنا هنعمل ايه؟ مش فاهم. تقولوا حالات بتاع كترت، مع الحاجات كترت، ما هو مفيش، ما بقاش فيه عشان كده الحالات بقت بتكتر مع العيال غصب عنها برضو. يعني انا بعد فيديو زي ده كده ما مش هسلم على حد من صحابي بعد كده وابوسه بصراحه. ما انت خلاص كده بتخلي الصنف ينقرض. انشف يا محمود؟ ايه اللي انشف يا محمود وطلع راجل زي امه؟ ايه ده؟ ومش عايزين نحضر المخده وانا نايم يا جماعه؟ احنا هنهزر؟ ايه حرام عليكي، كفايه. انا حاسس ان انا جالي فتاق من كتر الحزق اللي انت بتعزقيه. انا اتوجعت لك يا مؤاخذه. في ايه يا كابتن ياسمين؟ السلام عليكم اخواتي وحبايبي. معلش انا قفلت لايف شويه طول، خطيبتي كانت زعلانه بقى وايه، وانتوا عارفين طلع البنات بقى. ايوه عارفين. لا يا عم، لو على الشويه دول وعشان خطيبتك مفيش مشكله، ربنا يهدي الحال يا رب. فقلت رطيعه. في ايه يا عم؟ في ايه؟ الحاجات دي بتبعتها لها هي مش لينا احنا. ايه ده؟ في ايه يابا؟ مالك؟ في ايه يا عم؟ احلى مسا عليك يا خطيبتي يا اموره، بعشقك اقسم بالله وحقك عليا. يا عم روحك قول الكلام ده لامها.
امها اكيد متضايقه منك دلوقتي، روح احكي لها بقى، روح احكي لامها بقى، ما احنا مالنا. وقلبي يمسح عليك يا خطيبتي ودلوقتي احنا مالنا، احنا خلاص عرفنا انك قفلت اللايف عشان خطيبتك متضايقه، ده خلاص ماشي، عرفنا السبب الرئيسي. مالناش دعوه بقى بالتفاصيل، عمال تبوس وتمق ويا روحي ويا قلبي وخطيبتي وعسل احنا مالنا يا عم، روح الكلام ده لامها يا عم عشان ترضى بيك تاني، لان هي اكيد متضايقه منك دلوقتي يا عم، والنبي يا عم. والله يا بنتي وانا بحبك ومش هلاقي زيك، وكفايه حبك ليا وكفايه حب ليكي، واحنا لاقيين على بعض. يا رب يا رب. على الاتنين اللي قاعدين الله يخرب بيتك، بوظت بقي، الله يخرب بيتك يا ابني. الكلام ده المفروض انت بتقوله لها، مش يعني مش لينا احنا، دي حاجات بينكم بيكون، لكن مش لينا احنا مالنا. قربي مني حطي ايديكي في ايديا، اوعي تسيبيني ده انا من خيرك مش هشوف واحده، ومفيش اي بنت تكلمني على الخاص. يا عم خاص مين؟ فنان صابر الرباعي مثلا واحنا ما نعرفش يا عم، ده بيخشوا يتاكدوا ان انت حقيقي مش اي على اللي انت بتقوله ده. ايه اللي محدش يكلمنا على الخاص يا عم؟ مين ده؟ وهي تبقى عبيطه لو فكرت ان في حد بيخش يكلمك على الخاص. ليه يعني؟ على ايه؟ هتعلمهم اللغه؟ والله العظيم ثلاثه احنا شعب. انا دلوقتي واحد مرتبط ما ينفعش، ولا انا ما بشوفش حد الا خطيبتي، كل واحده تمسح رقمي اصلا. حن يا جن بقى، حنيه خلاص بقى، يعمل لي كده تاني؟ ده وجه خلي دماغ ابونا بقى، ارجع لي. خلاص يا شماكل، خلاص هي بقت تمام. في حته بقى، الحته اللي جايه دي كانت برنامج الفنان القدير مصطفى كامل، عايز افهم يعني ايه. تعالوا عشان شفتها دي، الحته دي شفتها. تعالوا بعد نفصل بين الكوبلين وبعدهم ونعمل ماز ترابا ماز تراب واللي لا 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 واللي لا 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 تيرا 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 تيرا. والله العظيم فحكيم بقول له انت فين يا حكيم؟ قال لي ده انا اخويا عامل حادثه على طريق الواحات، وقلت له طب بقول لك انا عايزك في الاستوديو تجيني. راح حكيم جاي لي. استنى بقى، استنوا بقى والنبي يا جماعه، عشان مش هتشل لوحدي والنبي يا جماعه، استنوا والنبي. اخويا عامل حادثه على طريق الواحات، تجيني؟ اجيلك يعني ايه؟ يعني ايه اخوه عامل حادثه على طريق الواحات تجيني راح جاي لك؟ وانت يا استاذ حكيم ايه ده؟ اخوك من ام تانية؟ فهو بيتكلم كانه الموضوع عادي. كلمته ايه يا حكيم؟ قال لي اخويا عامل حادثه بيموت على الواحات، وبص متدشمل يعني ادعي له يعيش. طب بقول لك انا عايزك تجي لي في الاستوديو عشان نعمل اغنيه لمصر. قال له مصر؟ سلام انا جاي لك. السلام عليكم. السلام عليكم. قال لي يعني نقول، قلت له مثلا يعني مثلا احنا هنقول اسالوا الرمل اللي في سينا انت مروي بدم مين؟ دم مرقص ولا عارف؟ وابتديت حكيم وهو داخل الاستوديو، خير يا مصطفى يا كامل؟ قال له اسالوا الرمل اللي في سينا انت مروي بدم مين؟ راح حكيم قال له يا محمد ولا واخوه بيموت القادر. هي وبنتها مريم الشقه دي مفتوحه. يا ابني بس ايه الفضايح دي؟ ايه الفضايح دي؟ يا ابني هو انت ما بتقعدش ساكت ابدا؟ يا ابني هو انت ما بتعرفش تقعد هادي حبه؟ شقه ايه اللي مفتوح يا ابني؟ عيب في وضع مخل. رجاله الويل لازم تحتر ومحدش لازم يسكت على اللي بيحصل ده. اقفشها مع بطاطا. يا ابني يخرب بيت يا ابني، بتقول ايه؟ يا ابني بتقول ايه؟ دي اعراض ناس، يخرب بيت دماغك. بطاطة مين اللي قفشته معاها؟ واقفشها مع ابو ايمن بالقنطر. ابو ايمن بالايه؟ القنطر؟ قنطر ايه؟ ده انت لسانك عايز يتقنطر كله، يتقنطر كده. يتقنطر ايه اللي قفشت مع ابو ايمن؟ يا نهار خلتنا بعدنا عن الفضيحه ومسكنا في القنطر. الله يسامحك يا بعيد، الله يسامحك يا ابو ايمن، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت اللي فتحت لنا السيره السوداء دي. انت لو كنت لابس حاجه فوق القنطر ده ما كانش زمان سيرتك اتجابت كده واتاكل دماغنا بالقنطر. وسهلا حبايب قلبي، انا طبعا مش عشان خبت ساعتين على مش عشان خبت ساعتين، انت على طول خايب يا كرام. ايه مش عشان خبت ساعتين دي؟ خير يا حبيب قلبي. ايه المشكله بقى؟ حصل ايه؟ عن التيك توك ما لقيتش الا ناس قليله سالت عليها المهم. ايوه بالله عليك انا عايز اعرف المهم عشان انا اخلص. عايز اديني المهم وامشي، قول لي المهم، انا عايز اعرف المهم. انا طالع البث مباشر الان. ايه بث مباشر ده؟ يعني ايه بث مباشر؟ مش فاهم. انا معاك بكتشف مصطلحات جديده. ايه بث مباشر ده؟ بث مباشر ازاي يعني؟ بث ده ما بتيجي تفتحه بتهشه ولا بتخش عليه منين يعني؟ مش فاهم البث المباشر ده. خشوا تابعوني اتفرجوا عليا، وقبل ما تخشوا تابعوني هخلي لكم مقطع. يا عم بالله عليك مش عايزين نسمع حاجه، الله يبارك لك.
الله يبارك لك. كفايه الكلام اللي انت بتقوله. تغني كمان يعني مش كفايه بتتكلم بالعافيه هتغني كمان. ومين اللي قال ان صوتي من العشرة مميزين؟ لا استوب، لا من ال10 المميزين فين حضرتك؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. ده ايه انت كده ضامن الجنه يعني ولا ايه؟ مش فاهم ايه من ال10 المميزين في مصر دي يعني ايه؟ مش فاهم يعني. لا اله الا الله يا رب على اللي انا سمعته ده. صوتي مش من مين اللي قال ان صوتي مش من ال10 المميزين في ايه؟ الله العظيم. اسمعوا بقى، انا شفت ثعلب كان بينط، شفت نملة تلحى طويل. بعيدا عن ان النمله ملهاش دلحه طويل، طب حط لها ملح ما دام هي تلحى كده يعني. ما تسيبش نفسك قاعد كده، اسقيها شويه ملح مش هتبقى تلحى باذن الله، هتبقى ملحه. تلحى طويل وقفت ماشي على الحكرين انا شارب سكارة ستيلا. دماغي تعبان انا شارب سجاره ستيلا ازاي؟ على الحجرين ماشي على الحجرين ازاي يعني؟ يا حبيبي ما تخافش، هو بقاله كام يوم بينزل الشغل وبيجي متأخر. أول ما تشوفه نزل من العمارة اطلع أنت في السرير. فراحة عادي جدا، ما مش واخدة بالها إن جوزها موجود في الشقة. عبس بقى، ما كله خلاص بقى بيعبس بقى، فيلا عبس بقى يلا. نجوى. أيوة يا هانم. أيوة بقولك هو محمد خلص الشاور بتاعه ولا لسه؟ لا يا هانم لسه. يا استاذ محمد انا ولا شفت اي حاجه ولا اعرف اي حاجه. انا لازم اوصل للحقيقه. حقيقة ايه يا عم انت لازم تقفشهم مش توصل للحقيقة. حقيقة انت خلاص عرفت الحقيقة، قفشهم بقى. ايه اللي لازم اوصل للحقيقة؟ حقيقة ايه يعني؟ بتكلم بتقول له يا حبيبي وهينزل وهكلمك. حقيقة اللي هتوصل لها تاني معلش، ما اكيد مش برانك ده يعني. وحياة بنتك بنهزر معاك لا انت فوت تقفشهم بقى ماشي. الله يبارك لك. يعني اللي بيكتب بس معلش عشان ما يشيلناش. يا حبيبي اتأخرت ليه؟ محمد بقاله ساعة مش هنا. ايه ده؟ هو كريستيان المصري خس كده ليه؟ ايه ده؟ هو دخل معاهم في الحوار ده ازاي؟ ايه ده؟ وبالله عليك انت بتخوني جوزك مع ده؟ يعني ما لقيتوش اجمل من ايه ده عامل زي حته الليفه لما بتقطعها من النص. انت عارفه يا نوره ان انا بطلع هنا بصعوبه. ايه القعده دي؟ ما لقيتوش كادر انيل من كده تاخدوه؟ بكده نكون خلصنا فيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. عايزين نوصل الفيديو ده ل 10000 لايك، وما تنساش تكتب لي كومنت تقول لي رايك فيه. شير الفيديو ده لاصحابك يعرفوا ان انا نزلت فيديوهين بقى ان شاء الله. وانا في الجيش ولا مش عندي على الانستجرام سايب لك اللينك تحت، او الفيسبوك سايب لك اللينك تحت، والتيك توك عشان عليه سكتشات موت. دعواكم عشان راجع الجيش، واجي اشوفكم على خير. السلام عليكم.